السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هنبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. النهاردة هنعمل المحشي بتركية هتخلي ريحة المحشي بتاعك يجيب آخر الشارع، ومعانا فراخ مشوية بتتبيلة جبار. يلا بقى نبدأ المقادير بتاعتنا. معانا فرختين كبار وبصلتين كبار. نروح للكبة نفرمهم فرم ناعم زي ما هتشوفوا معانا دلوقتي. التتبيلة دي يا جماعة بجد جميلة جدا، بتودي الفراخ في حتة تانية. بلاش طماطم كتير يا جماعة في الفراخ المشوية. معظم الناس بلاقيها بتحط طماطم كتير في تتبيلة الفراخ المشوية، لا ده بيضيع طعمها خالص. اهم حاجة البصل. معانا البصلتين فرمناهم زي ما انتوا شايفين. معانا معلقتين ونص كبار من الملح. اهم حاجة الملح في تتبيلة الفراخ يا جماعة، هو اللي بيظبط طعمها. معانا معلقة من السبع بهارات، معانا مكعب ماجي، معانا نص معلقة كمون، معانا نص معلقة من الفلفل الاسود، طبعا بالمعلقة الكبيرة المقادير. بس طماطمية صغيرة مبشورة، صغيرة مبشورة في المبشرة مش في الكبة، مش عايزينها معصور عصير. معانا 3 معالق من الزيت، وعصير ليمونة كاملة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الصلاة على النبي يا جماعة، أهم حاجة الصلاة على النبي طول ما احنا قاعدين كده. مفاتيح الفرج والرزق وكل حاجة جميلة، الصلاة على النبي والاستغفار. هنبدأ نقلب الخلطة بتاعتنا تتبيلة. هنسيب المعلقة دلوقتي وما بدهاش بقى بإيدينا. جهزنا التتبيلة نركنها. معانا الفرختين هنعمل فتحات زي ما انتوا شايفين كده تحت الجلد. بنفتح اللحم لان التتبيلة بتاعتنا هتدخل ما بين اللحم وبعضه. بايدينا كده مكان الفتحات هنوسع الفتحات دي ندخل علشان نعرف ندخل التتبيلة بتاعتنا زي كده. مفيش حتة في الفرخة الا لما هيدخل فيها التتبيلة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساج بقى، لازما ندلك التتبيلة كويس قوي تحت الجلد، ده اللي بيفرق معانا في الطعم جامد على فكرة. وفي قلب الفرخة نبدأ ندخل التتبيلة ما بين الأوراق الجلد، نفس النظام. أهم حاجة الفرخة بتاعتنا كلها تتغطى بالتتبيلة حتى من بره، حتى من بره. هنركن الفرخة دي ونجيب التانية نفتحها بنفس الشكل. اللي احنا عملناه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. التتبيلة دي بجد يا جماعة بجد جميلة. أنا جربت وصفات كتيرة للفراخ المشوية، دي أكتر تتبيلة عجبتني، بتودي الطعم بجد في حتة تانية، هيعجبكم جدا.
هنبدأ برضو نفصل ما بين الجلد واللحم وندخل التتبيلة بتاعتنا. وهنركنهم على اقل خالص ساعتين. يفضل يا جماعة انها تتنقع من قبلها ب 12 ساعة، يبقى افضل بكتير. كل ما كانت مدة التتبيلة اطول كل ما كان الطعم احلى. هنركنها، انا دلوقتي هعملها في نفس اليوم، هركنها ساعتين. هنغطيها بكيس شفاف ونركنها ساعتين بره التلاجة. مش هحطها في التلاجة علشان لو حطيتها في التلاجة ما بتشربش من التتبيلة بسرعة زي ما بتسيبيها بره. انا مش هطول عليها، هسيبها ساعتين 2. هنا هنروح نسلق الكرنب بتاعنا. معانا حلة كبيرة فيها نص معلقة من الكمون ومعلقة كبيرة ملح. هنبدأ نحط الكرنب. هنا خلصنا سليق الكرنب اهو. ما بنسيبوش يا جماعة، ما تسخوش على الكرنب في المية، بينهري. لو انهار هيزهقك. البنات المبتدئة، الكلام ده للبنات المبتدئة. حبيبي يا رسول الله. هنروح بقى للخلطة بتاعتنا. معانا 3 بصلات كبار فرمناهم في الكبة فرم ناعم. البصل الأحمر بيبقى ليه تيست عالي جدا في المحشي يا جماعة. الأبيض برضو بيبقى حلو، بس الأحمر طبعا أكيد عارفين إنه أحلى بكتير. معانا معلقة كبيرة من الفلفل الأسود، معلقة من ال7 بهارات المحشي بتاعتك، ومعانا نص معلقة من الكمون وبس كده، وطبعا معلقة كبيرة ملح. هنقلبها في بعضها كويس. ندعك البصل بالشكل ده. هركن البصل، مش هحطه على الخلطة وهي على النار خالص، مش هقرب من التسبيكة بتاعتي خالص. التسبيكة بتاعتي حطيت عليها الرز وحطيت عليها زيت ومعلقتين كبار او 3 معالق من السمنة الزبدة. بنضيف السمنة او الزيت بتاعك على الرز نفسه قبل ما اقلبه في الطماطم. بيودي المحشي في حتة تانية، بجد بيفرق كتير في الريحة. هي دي تركة المحشي بتاعنا. بنضيف المادة الدهنية بتاعتنا على الرز قبل ما نقلب الرز مع الصلصة بتاعتنا. ومعانا 4 فصوص من الثوم و4 قرون من الشطة الباردة او الحراقة زي ما انت عايزة. فرمناهم في الكبة فرم ناعم، ضفناهم اهو زي ما انتوا شايفين، والخضرة بتاعتنا. ومعاكي اجمل خلطة باجمل ريحة. اساسا الريحة يا جماعة بتاعتها بتبقى باينة قبل ما نسوي المحشي، ريحتها غير. هنقطع ورق الكرنب بتاعنا. هنخلص ورق الكرنب وهنروح هنجيب صينية نصها مية سخنة او بتغلي، ومعانا ازازتين. هنحط في الازازة 3/4 مية سخنة او بتغلي زي ما تحبي. ده للفراخ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. هنا صينية نصها مية، وهندخلها الفرن على الرف التحتاني خالص. معانا هنا طشة الملوخية، شوية توم حلوين كده، نص معلقة من الكزبرة الناشفة، وهنضيفها الملوخية طبعا ضفناها على الشوربة وغليت معانا وطفيت كمان اهو زي ما احنا شايفين. بجد الملوخية كانت روعة يا جماعة. ومعانا احلى صينية محشي بجد والله. المحشي كان طعمه خطير خطير، والفراخ ولا اروع من كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم في فيديو جديد في رعاية الله.